قرينا عليها تعيينه، وهاد السيده راه لصقات اليد مع يد بنتكم. هو يجيبوا الفقيه قال لهم شوفوا دا ما يمكنش غتلصق يديها مع يد الميت الا ودايره لها شي حاجه. قالوا لا بغيتي تفكي هي تقولي لنا شنو كاين. وهنا فين غتبدا القصه، وهنا بدات القصه. المهم الفقيه بقى عليها وتحايل عليها، جابوا على الفقيه ديال الجامع، تحايل عليها وقال لها غتقولي لي شنو كاين، حيت ما يمكنش يد الميت تلصق عليك الا وربي غضب عليك، حيت هذا عذاب في الدنيا قبل الاخره. الا ما قلتيش شنو كاين ما تفكش يديك. هنا فين غتبدا تعاود ليهم القصه اشنو كاين. قلت لهم هداو عليا، انا غنقول لكم شنو واقع. هاد البنت كانوا يجيو الخطاب نجري عليهم، كانت الناس يسولوني عليها نقول لهم خايبه. هزيت هاد البنت ولقيتها كامله من راسها حتى رجليها، وماشي غير هي، حتى بنات خويا الاخرين هما باقين بلا زواج، وهي الوحيده اللي تشدت ليا الصغيره، وما تبقى الخوت فلتوا ليا. بناتي خايبات وتا واحد ما تيهضر فيهم، وهي بنت 16 عام تزوج ما يمكنش. وقال لها حشومه عليك وبنتي تعديتي فيها وحيدتي لها رزقها، وربي راه تينتقم منك. اشنو ما يديروا؟ قالوا عياو ما يقراو عليها والو. الفقيه قال لهم الحل الوحيد هو الطبيب. دوا الطبيب استطاعته انه يحيد ويفتح ليها ويحيد يد الميت ويفتح ليها. قال لهم لا حرام، يد الحيه تمشي مع يد الميته. وقال لها غنفضحك ونعلك لانك انتي ماشي عمه ولا انسانه، خليك تعذبي في حياتك. وهذيك اليد اللي سحرتي بها لديك البنت غتبقاي ديما تفكريها، وعمرك ما تادي شي واحد. قعدت تبكي عليه وهذا قم ربي العالمين كل شيء سخط عليها ويدعي عليها ويقول لها انا على